هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد، واليوم مثل ما شفتوا بالعنوان سويت حفلة طهور ابني آدم. وهنا بداية الفيديو قلت خلي أشوفكم الأشياء اللي أني أوردرتها على السريع. طبعا أخذت أشياء من أمازون، من موقع أمازون، اللي عايش بأمريكا أكيد يعرفه، وحتى بالعراق يعني هذا موقع كلش معروف. وأخذت أشياء من تركيا أوردرتها من موقع مودانيسا. وبنات هاي الحفلة صار لي فوق 3 أشهر خلي نقول أني أقرر أسويها، وكل ما أريد أسويها سبحان الله يصير فد شي، وكل ما أسويها ويصير فد شي. فبالأخير سويتها وما عزمت بس أهلي. وهنا بنات شوفوا هاي القرآن اللي أخذته من تركيا، قرآن صغير وبيه سبحة. بنات هذا يعني أخذ وقت 3 أسابيع يلا وصلني، كلش حلو. خليته توزيعات، يعني انطيته للعالم اللي اجوني يعني اهلي. وبنات شوفوا هنا هاي العلاقة كلها اخذتها من جنرال دولار، يعني هذا موقع مو موقع او هو محل بكل شي بدولار. وبنات قلت خلي افتح الاشياء وياكم واشوفكم همينة. بنات شوفوا هذا اخذت ستاند يصير مال دونات، وهمينة أخذت هاي ملابس ابني. أني عندي إلى ملابس الطهور يعني اللي بالعادة يلبسوهن للبيبي، بس مع الأسف كلش صاروا صغار. قلت لكم هو المفروض أنه أني ألبس الهيا لما أو أسوي الحفلة لما هو ينولد أو لما يطهرونه. طبعا هو عمره 2 يوم وطهروه، بس مع الأسف كنت أني كلش تعبانة مريضة، وهو همينة كان شوي تعبان مريض، فما صارت. بس الحمد لله يعني انه اهم شي عافيتنا وصحتنا. فهنا بنات كنت بس دا اجوفكم. وهنايا العلب خليت بيها شوكولات، هم توزيعات، خليت بيها شوكولات. وهاي العلاليق همينة علاقة صغيرة ينحط بيها همينة الحلويات. وهنا بنات ثاني يوم، طبعا اني صورت لكم بالليل ومن كنت نايمة اليوم كله، كنت كلش تعبانة، وهاي يمكن كان 7 الصبح. وبنات وراها تجهزت، أخذت هذا الفستان مغربي، وهذا المكياج اللي خليته، والإكسسوارات اللي لبستهم. كتبولي بالتعليقات شنو رأيكم. وبنات هنا بلشنا نحضر الحفلة. بلشنا أول شي بالبالونز، وأني وزوجي أبو لينا علقنا البالونات وسوينا كل شي. طبعا أخذ يمكن 1 ساعة أو 2 ساعات وأني أسوي بالبالونات، وقاعدة وحدي أنفخ يعني من كلش تعبت والله. وهنا بنات من كنت جاي أرتب الشغلات على الستاند مال كيك والستاند مال قرآن، وتقريبا كنت مخلصة كل شي. بس ورا ما رتبت يعني الطاولة رحنا جبنا الكيك وأخذنا أكل جاهز من المطعم. وبنات والله نسيت أصور، راح عن بالي يعني قعدت التهيت ويا أهلي وتغدينا، وتعرفون ورا الغدا لازم شاي وهاي السوالف. وشوفوا لي بنات هذا الشوكولات أخذته من تركيا، مكتوب عليه اسم آدم. صراحة كنت متوقعة الكواليتي مالته تكون يعني أحسن من هيجي، بس مع الأسف ما لا الشوكولات طيب ولا شكله يعني كلش واو. فبنات احجولي شنو رأيكم بالترتيب؟ الصراحة كلش يعني تعبت بيه هواية، يمكن لأنه أنا كنت مريضة، بس إنه أهم شي سويت الهيا واستمتعنا واخذنا صور وشفنا العائلة. وبنات شكرا على متابعة الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك. باي.